أصدقائي أحبائي في الله، نبدأ الفيديو بتاعنا الأول بالصلاة على الحبيب. أنا قاعد بكلم نفسي بقالي أكتر من نص ساعة، مش عارف. أنا العين اللي هناك دي اللي تحت رقم 18 فيها اللي هو قص حمام بلدي، كان في حصويتين. والله أنا ببص دلوقتي لقيت 3 حصويات. أنا ببص أشوف أطمن على الحصو، النتاية كانت طالعة بره، فلقيت 3 حصويات. طب الباب رقم 13 اللي هو فيه الدكر الاسود والنتاية الكريزلي كان مفتوح امبارح، والباب رقم 1 اللي فيه القص الاستروليات كان مفتوح امبارح، والباب رقم 8 فيه النتاية الكريزلي والدكر الازرق هما محاصين فوق. ولقيت 3 حصويات، والله دي 3 حصويات. يا دماغي، طب ليه كده يا اسطى؟ انت نزلت على دماغي الرزعة دي ليه يا عم؟ ماشي، وهوريك. والله لقيت 3 حصويات. بصوا كده معايا، انا والله ما حاطط حاجه اهو. والله ببص لقيت 3 حصويات. انا معلم الحصوايه اهي، عشان ايه؟ ابقى عارف اليوم بتاعها، وانا حصوايه دي اول حصوايه بباطن، ودي تاني حصوايه الصغيره دي اللي لقيتها دلوقتي. وباين ان هي بتاعت حمامه طويله، وممكن تكون بتاعت الاستراليه. بس ازاي يعني هي هتخليها تخش تبيض الحصوايه بتاعتها هنا؟ ده اللي مجنني. انا بقالي اكتر من ربع ساعة ولا نص ساعة. انا مستغرب يعني. ده كان لسه الجمعية ونتاج كريزلي معروف لسه زغاليلهم صغيرة، مش دلوقتي. والاسترالي برضو ممكن تكون هي بتاعت الاسترالية، ممكن تكون بتاعت النتاية الاسترالية. هعرف يومين كده، هقيسها دلوقتي ويومين. ولو يعني باضت الحصوة التانية في نفس المكان يبقى بتاعت الاسترالية، وباضتهاش مش هي يبقى بتاعت البلدي. بكلم نفسي كده والله، أنا مش عارف. بس على العموم ماشي، مفيش مشكلة عادي. يعني انا كده مش خلي ال3 حصوات، انا هشيل منهم حصواية. يعني انا ايه، كده هشيل الحصوات الطويلة دي دلوقتي، عشان خاطر الحصوتين محطوطين مع بعض يطلعوا مع بعض، عشان ما يطلعش زغلول كبير وزغلول صغير. ودول حصوتين بقالهم يوم او يومين، ففي هيبقى في فرق في الاعمار. فانا مش عارف، وعلى العموم هشوف وربنا يسهل. مفيش مشكلة، انا ما عنديش مشكلة في حاجة. هي ايه النتاية دي اللي بقول لكم عليها، اللي هي النتاية الصفرا في ابيض. لو هي حصيت خلاص اشيل الحصوة من هنا احطها لها، وتبقى كده الحصوة بتاعتها. لان هي كانت واقفة في الباب اللي تحت ده، عايزة تخش الباب. انا مش عارف والله. انا سبتهم امبارح، يا ريتني ما كنت سبتهم، كنت عرفت الحصوة دي بتاعت مين دلوقتي. ما لو كنت مقفل البابين دول كنت هعرف الحصوة بتاعتهم هم ولا لا. بس انا الباب كان مفتوح، واستحالة ان هو الذكر والنتاية يخلوا النتاية تخش البيت جوه. مش عارف، كانوا ضربوا بعض كسروا البيض. فمفيش مشكلة، الله المستعان. حبيت اطلع دردش معاكم شوية وانا قاعد عند الحمام، وامس عليكم. اخوكم الونش. ياريت تشتركوا في القناة، واللي مداس لايك يدوس لايك. ولو عايزين اي حاجة مني اكتبوها لي في التعليقات، مش عايزين حاجة اذكروا الله في التعليقات. وصلوا على الرسول.